السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ مقطع اليوم جيتكم في 4 شخصيات لها عادات سيئة وقت القتال. إذا عندكم شخصيات ثانية لها عادات سيئة غير اللي أنا ذكرتها اكتبوها لنا في التعليقات وشاركونا آراءكم، ونقول بسم الله ونبدأ. طبعا الشخصية اللي في المركز الرابع شخصية كونان من أنمي المحقق كونان. ليه حطيتها في هذا المركز؟ لأنه في قتالات ضد المنظمة أو لما يروح عند المنظمة تلقاه يتوتر، فعشان كذا حطيته في هذا المركز. الحين نروح للمركز الثالث. في المركز الثالث حطيت كيرين من انمي كود جياس. ليه حطيتها في هذا المركز؟ لانه لما تتقاتل ما تفكر وتنطلق بسرعة على الخصم، وهذا يسبب انها راح تنهزم، سبب كبير في انها راح تنهزم. فنروح للمركز الثاني. في المركز الثاني شخصية ناروتو من انمي ناروتو. ليه حطيت ناروتو في هذا المركز؟ لأنه مشاعره تأثر عليه وقت القتال، مثلا لما يعصب مرة يهجم بسرعة وبدون تفكير إذا عصب يعني، فعشان كذا حطيته في ذا المركز. ويمكن لو واجه شخص قوي وهو معصب يمكن ينهزم بكل سهولة، لأنه إذا عصبت مرة وانت هجمت بدون تفكير بتروح فيها، عشان كذا حطيته في هذا المركز. نروح للمركز الأول. في المركز الأول شخصية جوجو. لا حطيته في هذا المركز، أتوقع الناس كلهم عارفين، لأن جوجو لما يقاتل ما يطلع قوته على طول، لا يطلعها بالتدريج، عكس فيجيتا إذا واجه شخص قوي يطلع قوته على طول، أما جوجو لا يطلعها بالتدريج. فبس هذه كل الشخصيات اللي عندي. إذا عندك شخصيات أكثر لها عادات سيئة اكتبها لي في التعليقات، شاركنا آراءك في المقطع، وإذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك، كمان لا تنسى النشر، لما تنشر المقطع تفيدني، فانشر المقطع يا رهيب. وبس نشوفكم في المقاطع الجاية، يلا سلام عليكم. صح كمان إذا ما كنت مشترك اشترك. يلا سلام.